السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عايزه اقولك لو انتي عايزه كريم بديل الفاونديشن الغالي، وكريم يشيل معاكي البقع كده ويديكي نضاره وتفتيح حلو جدا. انا جايبالك كريم حلو جدا ورخيص، مش غالي، وهيأثر معاكي قوي. انا كانت تجربتي معاه ان كان طالع لي حبايه وكانت سايبه بقعه، وكان ليا يعني صاحبتي جارتي وكده، فكانت هي ما شاء الله بشرتها حلوه يعني صافيه. ف... فبقول لها كده يعني ايه، بقول لها على الحبايه دي وكده ان هي سبب بقع، فقالت لي بصي استعملي الكريم دوت. انا هقول لك دلوقتي هتستعمليه ازاي وايه فايدته. بس بجد الكريم ده حلو جدا، لو هتجربيه هتدعي لي. ده اسمه ايه الكريم دوت؟ كريم اسمه فير اند لافلي. طبعا كلنا عارفينه الكريم ده، غني عن التعريف، بقالنا سنين. اهالينا امهاتنا كانوا بيستعملوه زمان لان هو كريم رخيص وفعلا حلو جدا. ومع الاستمرار هتحس ان هو بيفتح معاكي اي بقع او اي حاجه، بس بصراحه هو عايز الاستمرار عليه، ان انتي تستعمليه وما تزهقيش يعني. تمام كده. هتستعمليه ازاي؟ هتستعمليه مرتين في اليوم. اول حاجه تنضفي بشرتك كويس جدا، وهتستعمليه مره بالليل ومره الصبح. بجد نتيجته حلوه جدا، هتدعيلي عليه. هيفتح ويخلي بشرتك كده رايقه وحلوه وجميله. بس دي كانت تجربتي مع كريم فير اند لافلي. لو عندك اي بقع اي اسمرار حطيه عليه بشكل يومي، او ممكن تعمليه كماسك، وبعد كده هتسيبيه ربع ساعة وتفركيه من على بشرتك. بجد هيطلع معاك الاسمرار، وهيرجع بشرتك كده بشرة حلوة ورايقة زي بشرة الأطفال. لايك واشتراك، وبشكركم جدا، والسلام عليكم وباي باي، كل سنة وانتم طيبين.